كابتن مسعود أوزيل موجود في مونديال قطر واستقبال رئيس قطر لكابتن مسعود أوزيل. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وبتمنى انك انت تعمل لايك وشير للفيديو ده، مهم جدا علشان ينتشر. عارفين المأساة اللي واجهها في نهاية مسيرته الكروية الكابتن مسعود أوزيل بسبب دفاعه عن كلمة الحق ودفاعه عن مليون مسلم، وكانت نهاية ليه غير متوقعة في كرة القدم، واللي منتخب ألمانيا استبعدوا علشان بيقول كلمة الحق ومتضامن مع مليون مسلم. ولكن قطر بتصنع التاريخ، قطر باستضافتها المونديال كاس العالم بتصنع التاريخ، وبتقول للعالم كله ان احنا مع كل مسلم ومع كل عربي ومع كل حد بيقول كلمة الحق. رئيس قطر بيستقبل كابتن مسعود أوزيل، وده السبب اللي عمل ازعاج كبير جدا لمنتخب ألمانيا. ازاي بتستقبلوه وازاي ولكن هو دلوقتي على اراضي عربية، اراضي مسلمة، هو موجود في قطر وسط الناس المسلمين ووسط اخواننا العرب. كابتن مسعود أوزيل شخصية يستحق ان احنا نقول فخر المسلمين. في الوقت اللي محدش يتكلم فيه ذكر هو ائمة المنابر والاعلاميين وكله ان في مليون مسلم بيعانوا من المعاملة اللي بيتعاملوها. هنا قطر جت استقبلته. لا وكمان المشجعين والصور اللي انتوا بتشوفوها في مباراة ألمانيا واسبانيا رافعين صور مسعود أوزيل، وغير كده كمان بيقول لهم انتوا حطيتوا ايدكم على بقكم علشان بتقولوا ان احنا مش عارفين نتكلم. احنا حطيناه ساعتها لما مسعود أوزيل اتكلم. مسعود أوزيل فخر للجميع وفخر للمسلمين، واهلا بيك في قطر، وبجد يستحق الاستقبال. ومنتخب ألمانيا اللي جاي يروج للعيال البسكليتة هو ده كانت جزاته في كاس العالم، فاضل له تكه ويبقى بره المونديال، ويروحوا بقى على بلدهم يشوفوا هم بيروجوا لايه، علشان مش عايزين يحترموا ثقافتنا، عايزيننا نتخلى عن هويتنا الإسلامية علشان 28 يوم، عايزيننا نفتح لهم الملاعب يشربوا فيها خمور، عايزيننا نسمح لهم يدخلوا العيال البسكليتة. اي حد هيجي على قطر مفيش حد هيسمح له. قطر تنظيم اكثر من رائع، بل قد يكون افضل نسخة في استضافة كأس العالم قطر 2022، واي حد جاي يروج لاي شيء قطر مش هتسمح له. وبجد عاشت قطر ان هي قدرت تخلي الجميع يحترم هويتنا كمسلمين وثقافتنا كعرب، انكم انتوا لازم تحترموها. لما بيكون في بلد مستضيفة المونديال لازم الكل يحترم ثقافتها. انت جاي ضيف فيها، جاي عندي في بيتي، لازم تحترمني، مش انا اللي احترمك، انا احترمك لما انت تحترمني. من يحترم يحترم، يعني انت لو احترمتني انا احترمك. ما ينفعش تاجي تقل مني في داري، وما ينفعش تاجي تمشي كلامك عليا. شكرا جدا للناس اللي كملت الفيديو لحد هنا، والسلام.